انستراكتور بقالي سنتين. النهارده هنتكلم عن يعني واحدة من أهم المهارات لأي حد شغال في الكونتنت أو السوشيال ميديا أو الماركتينج عموما، وهو السكريبت رايتنج. يعني مهارة السكريبت دلوقتي بقت وظيفة يعني في حد ذاتها كده، ان يبقى شخص متخصص في كتابة السكريبت. تمام. طيب، انا دلوقتي لو حد قال لي انا عندي منتج كويس جدا، سعره ممتاز وعليه اوفر، تمام، اكتب لي ريل يبيع المنتج ده، تفتكروا ايه اول حاجة ممكن ان انا افكر فيها؟ هي مش حاجة، هي حاجات. حاجات فعلا. يعني أولا أنا بتعامل مع أنهي سوق، الشريحة اللي أنا بتعامل معاها، الشريحة اللي أنا بتارجتها، فئاتها جميل. العمرية إيه، إيه اللي حلو عندي من جدا. المنافسين، مين المنافسين بتوعي. ألو. جميل جدا. هو في حد فتح المايك تقريبا، يعني بعد اذنكم ممكن يقفله. تمام، فإيه اللي كملي. عندي مش عند العملاء بتوعي. حلوة قوي. ايه اللي يعني زي ما بيقولوا كده، ايه اللي عندك مش عند غيرك، عشان انا اقدر اعرف اكتب منه السكريبت. او ايه الحاجة اللي عندي حلت مشاكل. دي برضو ممكن تكون مدخل كويس لو احنا بنكتب يعني سكريبت. بالظبط، دي زي ايه الاساسيات اللي انا بعملها قبل ما ابدا افكر اكتب السكريبت اصلا. بالظبط. جميل ان انا قوي. بدرس السوق وبدرس المنافسين، بعمل تحليل للمنافسين والسوق. جميل. واصلا زي ما بيقولوا كده بالبلدي، ان انا ابقى عارفه المنتج بتاعي كاني انا اللي بشتريه، فلازم ابقى بالظبط، مقتنعه بيه عشان افكر زي العميل بالظبط، اشوف العميل دماغه عامله ازاي بالنسبه للمنتج، كأن انا هشتري المنتج ده. تمام. طب معلش انا الكلام على حلو قوي. لا، انا بحب ان انتوا تتفاعلوا معايا بصراحه. انا طيب. بتفعل كتير. لا لا، ده يعجبني جدا. طيب، دي الحاجات اللي فكرنا فيها فعلا وعملناها اساسيات، بس في ناس كتير فاهمه السكريبت غلط خالص، ان اول ما حد يقول لها انا محتاج مثلا تعمل لي سكريبت للمنتج ده، نعمل ريل يعني وتعمل لي سكريبت للمنتج ده، بتبدا على طول ان هي خلاص انا هكتب عن المنتج، هكتب عن العروض بتاعته، او هكتب عن مميزاته، فبتبدا ان هي تكتب كانها مثلا عايزه تقدم المعلومات وخلاص. طب هل ده اصلا فن كتابه السكريبت اللي احنا بنتعلمه؟ لا طبعا. كتابة السكريبت لها قواعد وليها فريم وركس معينة بنمشي عليها عشان نحقق نتائج، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في السيشن. وهنتكلم ازاي نحقق نتائج وازاي نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها في النهاية. لأن في النهاية السكريبت للريل مثلا ده يعني شورت كونتنت، يعني حاجة دلوقتي كل حاجة بقت بسرعة. أنا محتاجة أجذب انتباه أو محتاج أجذب انتباه المشاهد في خلال أقل من 30 ثانية، يبقى خلاص جذبت انتباهه، شاف الريل بتاعي، كمله للآخر، خد الأكشن اللي أنا عايزه ياخده في نهاية الريل. فده اللي احنا هنتعلمه النهاردة، وهنتعلم فريم وركس مختلفة، وهنطبق وهنشوف نماذج عملية كمان. طيب، في ناس زي ما قلت ان هم اول ما بنطلب منهم ريل بيبدأ على طول يكتب المعلومات اللي هو عارفها عن المنتج وهكذا، يقول خلاص انا كتبت الريل، وفي الاخر بقى ايه، اشتري مننا، عاملين خصم كذا، مش عارف ايه. هل ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده؟ لا. اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده حاجات كتير قوي. من ضمنها اول حاجه الاساسيات اللي احنا بنحطها، هنمشي في الموضوع يعني بالتدريج. اول حاجه، احنا مش عايزين نتفق مع بعض كده ان احنا مش عايزين في كتابة السكريبت ان احنا نكتب معلومات او كلام وخلاص، لا، احنا عايزين نمشي بخطوات ثابتة علشان نحقق الحاجة اللي احنا عايزينها. طيب، السكريبت هو ان انا برتب الكلام، برتب المعلومات، برتب المشاعر بتاعة المنتج كلها عشان اوصل في النهاية لنتيجة محددة. انا في مشاعر معينه عايزاها توصل للعميل بتاعي، عايزاه يحس مشاعر معينه للمنتج. على فكره احنا اغلب الحاجات اللي بنشتريها عشان احنا حابين نشتريها، مش عشان احنا محتاجينها. فانا محتاجه اوضح كل ده، او محتاج اوضح كل ده في السكريبت اللي انا بكتبه، وده هنتعلمه النهارده ان شاء الله في الفريم وركس المختلفه. يبقى نتفق كده ان انا مش بكتب السكريبت علشان اقول معلومه، لا، انا بكتب السكريبت عشان اخلي الشخص اللي قدامي او المشاهد يعمل مجموعة من التصرفات. ايه هي المجموعة اللي انا عايزاه يعملها دي؟ 5 حاجات. اول حاجة ان هو يوقف سكرول،
ويركز مع الريل اللي انا عامله. دي في حد ذاتها يعني انجاز. عايزه اقول لكم يعني في ظل كميه الريلز وكميه الميديا اللي احنا عايشين فيها، فكره اصلا ان انت تلفت انتباه العميل ويركز مع الريل اللي انت بتعمله، ده في حد ذاته يعني انجاز. وهنتعلم نعمل ده ازاي. بعد كده عايزاه يسمع الريل اللي انا عملته ده او اللي انا كتبته ده. يبقى اول حاجه يوقف سكرول، بعد كده يسمع، بعد كده يكمل. أغلبنا ودي يعني إحصائيات إن إحنا مثلا بنسمع أول 5 ثواني كده من الريل، ولو الهوك، وهنتكلم وهنعرف النهاردة يعني إيه هوك، ما عجبتناش بنسيب الريل ونطلع على طول. يبقى أول حاجة إن هو يوقف، تاني حاجة إن هو يسمع ويكمل ويفهم، وفي الآخر يقتنع بالمنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها أو اللي أنا عامل عنها الريل، وياخد بقى الأكشن اللي أنا عايزه ياخده، إن هو بقى يشتري. ان انا لو انا عامل مثلا الريل ده عن تفاعل اي حاجه، ان هو يتفاعل، يعمل لايك، يعمل كومنت، يعمل شير، وهكذا. يبقى احنا اتفقنا من الاول كده ان احنا واحنا بنكتب السكريبت، مش الهدف منه ان انا اكتب كلام وخلاص، او عندي اوفر او عندي منتج عايز احط كل حاجه كده وخلاص واقول انا عملت اللي عليا. لا، احنا في تكنيكس معينه، في فريم وركس معينه هنمشي عليها عشان نحقق ال5 حاجات اللي احنا قلنا عليها. ان هو يوقف سكرول، يسمع، يكمل، يفهم، يقتنع، وفي الاخر ياخد الاكشن اللي انا عايزاه ياخده. كلنا نفسنا ياخده ان هو يشتري بقى ونحقق التارجت والدنيا تبقى معانا تمام. ليه ده مهم؟ طبعا زي ما انا قلت، لان في الشورت فورم كونتنت ببساطة أنا ما عنديش وقت. أنت عندك من 30 ل 50 ثانية محتاج تعمل كل الخطوات دي. ودي يعني غلطة بيقع فيها ناس كتير قوي، ان هما بيبقوا عايزين يكتبوا كل حاجة عندهم عن المنتج او الخدمة اللي بيقدموها، او حتى لو ريل بيرسونال براندنج، او حد مثلا صانع محتوى بيقدم معلومات، بيقدم. احنا هناخد دلوقتي او هنعرف دلوقتي انواع السكريبتات المختلفة. بيبقى هو يعني عايز يقدم كل حاجة عنده. لو هو عنده منتج عايز يعرف الناس عن خصائص المنتج ده، المنتج ده هيفيدك بإيه، احنا مميزين بإيه، والأوفر بتاعنا إيه. مفيش كده، مفيش كده، مفيش حد بيقدر يقدم كل الحاجات دي في ريل واحد. لازم إن أنا أقدم one message في الريل بتاعتي، عشان يعني ايه احاول ان انا اخلي المشاهد يركز معايا ويعرف ان انا عايزه اقول له ايه. وده برضه يعني هنكمل فيه في السيشن ان شاء الله. تمام. يبقى اول حاجه احنا اتفقنا عليها ان السكريبت مش مجرد مجموعه من الكلمات بحطها مع بعض، او معلومات عندي عايزه اقولها، او اوفر عايزه اقوله. لا، هو فريم وركس معينه انا بمشي عليها علشان في الاخر احقق الحاجه اللي انا عايزها، اللي هم ال5 حاجات. ان هو يوقف، يسمع، يكمل، يفهم، يقتنع بالخدمه او المنتج اللي انا بقدمه، في الاخر ياخد الاكشن اللي انا عايزاه ياخدها. طب اصلا هل السكريبت ده يعني نوع واحد بس ولا انواع مختلفه؟ تفتكروا يعني هل الscript هو بيبقى نوع واحد، أو اسطمبة واحدة كده كلنا بنمشي عليها، أو أنتم لمّا بتيجوا تتفرّجوا على الreel يعني هل هو نوع واحد والّا أنواع مختلفة من الreels؟ أنواع مختلفة. تمام، جميل. طب أعتقد بيبقى على حسب أنا عايزة ايه من العميل، يعني عايزة أعرفه المنتج أو بالضبط. عايزة أبيع أو كده. معلش حضرتك سؤال، هو احنا بنتكلم بس على الريل اللي هو السكرولينج، يعني مش بنتكلم مثلا على الريل او على الكولينج اللي بيتم مع العميل اللي هو كسكريبت؟ لأ، إحنا بنتكلم على الscript الخاص بالreel، يعني الscript نفسه، الكلام اللي بيكون بنقوله في الفيديو كvoice over، أو كحد بيطلع إن هو يقوله، إزاي إن إحنا نكتبه بطريقة كويسة، بحيث إن أنا لمّا العميل يشوف الreel بتاعي الخاص بالمنتج أو الخدمة اللي باقدمها، أو لو أنا شغال على يعني personal branding لنفسي، أو باقدم أي محتوى، يقتنع بيّا، ياخد الaction اللي أنا عايزه، إن هو يشتري مثلًا المنتج، الخدمة، وهكذا. ده اللي إحنا بنتكلم عليه النهارده. تمام، وصلت؟ اه وصلت تمام مع حضرتك. تمام، نكمل. طيب أنواع الscripts المختلفة، أول حاجة الeducational script. هو الscript التعليمي، مش هدف منه طبعًا إن أنا مثلًا باقول لك معلومات تعليمية، لأ.
كل بزنس او كل مجال بيكون فيه جزء كده تعليمي اللي هو فيه معلومات عن المجال ده. يعني مثلا لو انا بتكلم عن مجال البرمجة هتبقى معلومات عن البرمجة، لو بتكلم عن مجال الماركتينج معلومات عن الماركتينج، لو مثلا عندي بزنس فرنتشر مثلا فيبقى بيقدم لي معلومات عن الاثاث وازاي نختار الخشب صح وهكذا، اللي هو الجزء التعليمي، الجزء اللي هو مش بيعي. يعني في سكريبت ممكن ما يكونش الهدف منه بيعي على قد ما هو الهدف ان انا بقدم معلومات للعميل. ده نوع من انواع السكريبت اللي هو الاديوكيشنال سكريبت. تمام. بعد كده في السكريبت الانترتينمنت، يعني الترفيهي، الهدف منه ترفيهي، وده بنشوفه في الريلز الترفيهية لصناع المحتوى. مش لازم يقدموا لنا معلومات او مش لازم يقدموا لنا حاجة نستفيد منها يعني، ولكن انتوا برضو هتلاقوهم ماشيين على سكريبت. مفيش صانع محتوى دلوقتي بيطلع يعمل ريل او بيكتب سكريبت الريل وهو مش عامل سكريبت، يعني ما بيطلعش يعمل ريل وهو مش كاتب سكريبت. كله لازم يكتب سكريبت دلوقتي، لان زي ما قلت احنا بنمشي على فريم وركس مختلفه علشان نحقق الحاجه المعينه اللي احنا عايزينها في الاخر، ان العميل ياخد اكشن، ان المشاهد اللي بيشوف السكريبت بتاعي ياخد اكشن، ان هو يشتري المنتج يشتري الخدمه وهكذا. بعد كده في السكريبت خاص بالستوري تيلينج، حد بيطلع يحكي قصص بقى في اي مجال، حكايات. يعني لو في حد منكم متابع للتيك توك هتلاقوا فكرة الستوري تايم دي يعني منتشرة جدا. بيعملوا مثلا ستوري تايم عن اي حاجة، وعلى فكرة مش الافراد بس او صناع المحتوى، لا البراندات عادي بتطلع مثلا تحكي ستوري تايم لما عميلة مثلا اشترت مني كذا، او لما عميل جاب هدية مثلا لكذا. الحاجات دي يعني مهمة جدا جدا في الريلز، او مهمة جدا في المبيعات كمان. ان في معلومة برضو عايزة اقولها لكم، ان مش لازم كل الريلز اللي انا بقدمها تبقى ريلز اللي هو انا بعرفك المنتج بتاعي يلا الاوفر اهو يلا اشتري، لا مش لازم. انا ممكن اقدم ريل بيقدم معلومات خاصة عن المنتج او عن المجال نفسه اللي انا شغال فيه يجيب لي مبيعات. ممكن اعمل ريل ستوري تايم يجيب لي مبيعات، ممكن اعمل ريل اي حاجه يجيب لي برضو مبيعات. اهم حاجه الفريم ورك اللي انا شغال فيها او اللي انا ماشي بيها. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 انواع من انواع الريلز، الاديوكيشنال والانترتينمنت والستوري تيلينج. بعد كده في نوع اللي هو البرودكت سكريبت، هو سكريبت بيتكلم عن المنتج بس. انا طالع في الريل ده بتكلم عن المنتج بس، بشرح حاجات فيه إيه اللي بيميز المنتج بتاعنا عن العميل وهكذا. في سكريبت برضو اللي هو الهدف منه اليو جي سي. حد فيكم عارف يعني ايه يو جي سي؟ ده نوع من انواع الفيديوهات. بالظبط. ان هو بيقدم زي الكونتنت بس على ريل كده مدته 30 ثانية. جميل. بيشرح كل مش الكلام شرط كده في 30، حاجة معينة. ممكن يبقى اكتر عادي. بس هو يعني بيبقى شكله ازاي؟ لا، هو شكله بصراحة أنا لسه يعني، هو أنا لسه التاسك اه جايالي، فأنا لسه جميل. بقرا عليه لسه. بالظبط، هو اختصار ليوزر جينيريتد كونتنت. بيبقى اشخاص عاديين جدا عندهم عدد من الفولورز بسيط خالص، بياخدوا المنتج او الخدمة بيبدأوا ان هم يعملوا عنها ريلز، ان هم جربوها عجبهم في المنتج او الخدمة اللي اتقدمت لهم كذا كذا كذا، وبيطلعوا يعملوا فيديو احترافي. ده برضو بيبقى نوع من انواع الريلز، وبيكون ليها سكريبت مخصص خالص بيعتمد على الريفيو. وطبعا لازم الريفيو يبقى صادق عشان الريل ده يبقى يعني تمام، لان في ناس ما بتاخدش يعني ما بتجربش اصلا المنتج او الخدمة وبتطلع تتكلم عنها، فده ملناش دعوة بيه. يبقى لازم اعرف كده ان السكريبتات كلها بتتفق في حاجة او في عامل مشترك ما بينها، ان احنا بنكون ماشيين على فريم ورك ثابتة، مش ان انا بكتب وخلاص. دي خلينا متفقين. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا ان عندنا فريم ورك هنمشي عليها وهنتعرف على كذا نوع النهاردة، وعرفنا ان السكريبتات نفسها ليها انواع مختلفه، الاديوكيشنال والانترتينمنت والستوري تيلينج والبرودكت والسيلز واليو جي سي. كل دي انواع سكريبتات، وكل نوع منهم يعني بيخاطب حاجه معينه. تمام. طيب خلينا نرجع بقى للجزء بتاع الاساسيات اللي قبل ما اكتب السكريبت اصلا. يعني انا قبل ما ابدا افكر اكتب السكريبت، هل بجيب ورقه او قلم وابدا على طول اكتب؟ لا. زي ما انا سالت من شويه،
وجاوبتوني ان انا اول حاجه بوضح الاوبجيكتيف بتاعي. انا عايز اكتب السكريبت ده ليه، الهدف بتاع الريل اصلا ككل ايه. ممكن يبقى awareness، ان انا عايزه ازود الوعي بالبراند بتاعي، عايزه الناس تعرفني اكتر، عايز الناس تعرف مين مثلا براند اكس ده ده. اللي بيساعدكم في المقرأة. بالظبط. قلت له اتصلت بيهم، قالوا لها بعد بكرة بعد كده العصر الساعة في 3. حد فاتح كلمني. المايك تقريبا. لا ما اقدرش اقعد على الارض تاني. في حد فتح المايك، ممكن نقفله. بعد لا إذنكم في مش حد هقدر فتح اقعد، تعالى المايك، ما انا ممكن قاعد نقفله. في الاوضه، قاعده على الارض. لا مش عايزه اقعد في الاوضه، مش عايزه اقعد على الارض هنا، ما اقعد في الاوضه. احنا قدامنا التكييف وهنا ريحه سجاير. بس ايه. هو في حد حضرتك فتح ممكن تقفلي المايك. حضرتك ممكن تقفلي انت المايك للي فاتح يا دكتورة. تمام. هو أنا مش عارفة مين فتح أصلا. تمام. خلاص هو قفل تقريبا. تمام نكمل. يبقى الأوبجيكتيف بتاعي لازم أوضحه الأول، إذا كان awareness، إذا كان engagement، إذا كان leads أو sales، إذا كان branding. وكل حاجة من دي بيختلف شكل السكريبت اللي انا بكتبه. فاكيد لو انا بعمل سكريبت الاويرنس مش هحط اوفرز كتير، مش هقعد اتكلم كتير قوي عن المنتج بالتفصيل. لا، انا هيبقى الهدف ان انا عايز الناس تعرفني، بس عايز الناس تعرف انا بعمل ايه، بقدم ايه بس. وهكذا بالنسبة للأنواع التانية. فما ينفعش إن أنا أبدأ أكتب سكريبت للريل من غير ما أكون محدد الأوبجيكتيف بتاعي. تمام. بعد كده تاني حاجة التارجت اودينس. ما ينفعش عموما في مجال كتابة المحتوى، مش في السكريبت بس، ان انا اكتب لحد انا مش عارف انا بكتب لمين. يعني انا لازم احدد الجمهور المستهدف اللي انا بكتب له. طب ليه؟ لان كل فئة انا بكتب لها بيكون ليها طريقة كلام، بيكون ليها طريقة استقبال أصلا للغة بتاعتي. فبالتالي أنا لو بكلم مثلا جين زي هيبقى غير إن أنا بكلم مثلا الميلينيونز، غير ان انا بكلم مثلا بيزنس اونرز. كل حد فيهم بيكون ليه طريقة مخصصة. فلازم ان انا اكون فاهم كويس الاوبجيكتيف، واكون فاهم كويس الاوبجيكتيف بتاعي والتارجت اودينس اللي انا بكتب ليه السكريبت. اخر حاجه المين مسج بتاعتي. ولو تفتكروا الكلام اللي انا قلته في اول السيشن، ان انا دايما بكون عامل لنفسي كده قاعده: وان سكريبت بيساوي وان مين مسج. يعني ايه؟ يعني انا عايز اللي يشوف السكريبت بتاعي او الريل بتاعي يطلع بمعلومه واحده بس. انا مش عايزه يتشتت، مش عايزه يطلع بمعلومات كتيره، مش عايزه ان هو يعرف عني 20 معلومه، لان اللي بيعرف 20 معلومه عني مش هيطلع بولا معلومه بعد ما يشوف الريل بتاعي. فانا عايزه يركز في حاجه واحده بس. فانا لو هعمل ريل عايزه اقدم فيه اوفر، فيبقى التركيز الاساسي بتاعي عن الاوفر. عامل ريل عايزه اعمل فيه براندنج واعرف الناس بنفسي، فالتركيز الاساسي ان انا اعرف الناس بنفسي. عامل ريل ان انا عايزه اعرف الناس باي حاجه، اركز على معلومه واحده، اركز على مسج واحده. يبقى في 3 حاجات او 3 اساسيات قبل ما اكتب، قبل ما ابدا في الريل بتاعي: الاوبجكتيف والتارجت اودينس والمين مسج. دول وانس ان انا خلاص حددتهم، اقدر بقى ان انا اكتب السكريبت بتاعي. طب اصلا السكريبت بتاعي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات: الهوك والبودي والكول تو اكشن. خلينا كده نبتدي بالجوكر بتاعنا او اساس اصلا السكريبت كله، وهو الهوك. حد يعرفني كده ايه هو الهوك، او سمعتوا الكلمة دي قبل كده؟ حاجة بتجذب الانتباه أو بتجذب العميل اللي عايز أكلمه، أول ما يشوفها بيسمع الإعلان بتاعه وبيشوفه. بالظبط. وبتكون بقى موجودة فين؟ أول بتبقى في أول 3 خالص. ثواني أول 3 ثواني في الفيديو القصير و30 ثانية في الفيديو الطويل.
بالظبط. دايما الهوك بيكون في البداية أول كام ثانية في السكريبت بتاعي، وهو بالظبط من كلمة هوك يعني خطاف، هو اللي بيشد المشاهد يخليه زي ما أنا قلت ال5 حاجات اللي احنا عايزين نحققهم في الأول، إن المشاهد يوقف سكرول ويبدأ إن هو يركز معايا. فلو الهوك بتاعي كويس المشاهد هيبدأ إن هو يركز وهيكمل لحد ما يوصل للآخر خالص للأكشن اللي أنا عايزاه ياخده. تمام. طيب الهوك لازم يجتمع فيه حاجتين، أول حاجة إن هو يكون بيجذب الانتباه، تاني حاجة إن هو يكون بيثير الفضول، يعني يجذب انتباه المشاهد ويشغل عنده الفضول، يخليه يتساءل. عارفين احنا لما بنيجي مثلا نشوف ريل بيبدأ بسؤال، حاجة معلومة غامضة كده، ببقى أنا عايزة أعرف المعلومة دي آخرها إيه، عايزة أعرف المعلومة دي، فده اللي بيخليني أركز دايما مع الريل. تمام. يبقى الريل دايما هو الحاجة اللي بتخلي الشخص يكمل الفيديو أو بتخلي الشخص يزهق وما يكملش. طب أصلا الهوك قصدي. طيب الهوك هو أنواع مختلفة. في البروبلم هوك، الهوك القايم على المشكلة، في الهوك اللي بيقوم على الفضول، في الهوك اللي عبارة عن سؤال. ثواني. نرجع تاني لأنواع الهوك اللي بيعتمد على المشكلة، إن أنا بطرح مشكلة في الأول، وفي الهوك اللي بيعتمد على الفضول، في الهوك اللي هو عبارة عن سؤال، في الهوك اللي بيكون نتيجة، وفي الهوك اللي بيكون خطأ. يعني مثلا بقول إن في أخطاء 90% من صناع المحتوى بيعملوا خطأ مش واخدين بالهم منه مثلا، فأنا ببتدي إن أنا لا، أنا عايزة أعرف الخطأ ده فبكمل الريل. وفي يعني كل دي أنواع للهوك المختلفة، وعلى حسب بقى يعني الهوك على حسب استخدامك ليه، على حسب ما انت يعني هتلفت انتباه الشخص اللي بيتفرج على الريل بتاعك. احنا دلوقتي عايزين نشوف فيديوهات مختلفة، يعني نحاول ان احنا نطبق عملي ونشوف نوع الهوك هو عبارة عن ايه. فهعرض عليكم دلوقتي ريلز مختلفة ونشوف مع بعض. ايه، لا حاجة اتفضل. طبعا من أشهر صناع المحتوى هو الدحيح. فلو نشوف مثلا السكريبت ده، هو بيتكلم هنا في الأول خالص، هجيبه لكم من الأول. هو هنا بيقول إن في مكافأة للناس اللي عندها سلوك الوسواس القهري. تمام. فدي حاجة غريبة، دي كأنها معلومة غامضة، كأنها حاجة تصدمني، تخليني إن أنا أكمل وأتفرج على باقي الفيديو عشان أعرف المكافأة اللي بيمر بيها الناس اللي عندها وسواس قهري. تمام. فده نوع من أنواع الهوك اللي بيلفت الانتباه وبيخليني أكمل، ولو شفتوا أغلب الفيديوهات بتاعته هتلاقيه بيعتمد على النوع ده من الهوكس. تمام. ممكن نشوف فيديو تاني برضو. ثواني.
آه هو مفيش صوت بس واضح. هو الصوت فيه بس مشكلة، بس هي هنا بتتكلم على، يعني شايفين في الأول في الريل هنا بتتكلم بتقول إن المهندس ممكن ما يعرفش إن هو يدير الشركة بتاعته، فهي قدمت زي إيه، زي هوك كده يخلي الناس تعرف تسأل طب ليه المهندس مش هيعرف إن هو يقدم الشركة بتاعته في حاجة بالنسبة له يعني حاجة غامضة، أنا عايزة أشوفها للآخر، عايزة أكملها للآخر، عايزة أعرف الكلام بتاعها ده للآخر. فدايما الهوك هو اللي بيشد الانتباه وبيخلي الناس تكمل. تمام، نرجع تاني بقى نرجع تاني للفريم وركس المختلفة للسكريبت. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا الاساسيات اللي بنعملها قبل ما نبدأ السكريبت، واول حاجة في السكريبت وهي الهوك. بعد كده بقى في فريم وركس مختلفة انا ببدأ ان انا اشتغل عليها. حد عارف انواع الفريم وركس اللي بنشتغل عليها السكريبت او جربها قبل كده؟ اللي هي بيكسار والحاجات دي ولا؟ لا لا، حاجة تانية. طيب خلينا ندخل في انواع الفريم وركس المختلفه اللي نشتغل عليها للسكريبت. اول حاجه ال HCS وال HEP والاوبن لوبس والسيجمنتس. طب هل دول بس الفريم وركس المختلفه اللي بنشتغل عليهم؟ لا، في تاني، ولكن دول من الحاجات الاساسيه او الحاجات اللي انا ممكن اعتمد عليها في كل انواع السكريبتات يعني اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. خلينا ندخل على اول مثال اللي هو ال HCS. ال HCS هو اختصار ليه الهوك، الكونتكست والسيت اب. طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا عرفنا خلاص الهوك، وعرفت انواع الهوك المختلفه اللي انا اقدر استخدمها علشان اشد انتباه المشاهد واخليه يركز معايا في اول كام ثانيه. بعد كده بقى عندي انا عايزه اقول له بعد خلاص انا شديت انتباهه بالهوك، انا عايزه اقول له بقى انا بتكلم عن ايه اصلا، انا بتكلم عن ايه في الريل. في غلطه بيقع فيها اغلب الناس اللي بتعمل سكريبتات او بتكتب سكريبتات، ان هو بيهتم جدا جدا بالهوك، مع ان احنا قلنا ان هو مهم وان هو تمام، وبيهمل بقى بقيه السكريبت. فانا يعني مش مره واحده، لا دي مرات ادخل مثلا على ريل الاقي الهوك كويس جدا، وبعد كده الاقي نفسي ما استفدتش اي حاجه، او الاقي مثلا ان الهوك بيتكلم عن موضوع مهم قوي او حاجه انا عايزه اعرفها، والاقي في الاخر ان هي تطلع حاجه تافهه جدا، او ان انا احس ان انا ما مش فاهمه منها اي حاجه. فلازم على قد ما انا بهتم بالهوك، على قد ما انا كمان اهتم بالبادي والكول تو اكشن الموجودين في السكريبت بتاعي. تمام. فخلينا ناخد مثال على ال HCS دي او الفورمولا دي او الفريم ورك دي. اول حاجه ان انا ببدا بالهوك، بعد كده بعرف المشاهد انا بتكلم عن ايه، وبعد كده في الاخر بقدم له الحل او بقول له انا هعمل الحاجه دي ازاي. خلينا نبسطها بمثال. لو انا مثلا شغال في مجال السكين كير وعايز اعمل سكريبت، فبقول لو بشرتك مشدوده وناشفه مثلا وبعد ما غسلتيها بالغسول، تمام، الإحساس ده ممكن يكون علامة على إن الكلينزر اللي أنت بتستخدميه أو طريقة التنظيف مش مناسبة لنوع بشرتك. تمام. يبقى أنا كده الموضوع اللي أنا بتكلم عنه إن الغسول اللي أنت بتستخدميه ده مش مناسب لنوع البشرة. طب الحل بقى بتاعه إيه؟ إن أنت تختاري غسول لطيف يحافظ على السكين بارير بتاعة البشرة الخاصة بيكي. يبقى ال HCS ده بيعتمد على إيه؟ هوك يشد الانتباه، الموضوع اللي أنا بتكلم عنه، وفي الآخر بقدم الحل بتاعي عن طريق المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها. دي اول فورمولا او اول فريم ورك بنستخدمها، وهي فريم ورك سهله لطيفه. طب بستخدمها اكتر في ايه؟ بستخدمها في، ما انا بقى بقدمها في المنتج اللي يعني انا مثلا قلت اختاري غسول لطيف يحافظ على السكين بارير بتاعك، غسول من كذا كذا اللي هي البراند بتاعتي. تمام، انا بسوق للبراند مثلا بتاعتي، مش بعرفها معلومه يعني. تمام. طيب بالنسبة بقى للنوع ده من الفورمولا أو من الفريم ورك، بنستخدمه في إيه؟ في الإديوكيشنال كونتنت. لو أنا عايزة أقدم تيبس مثلا لمجموعة من النصايح عن المجال اللي أنا شغال فيه. لو أنا مثلا بعمل بروبلم وسولوشن كونتنت. تمام. ولو أنا عايزة أقدم برضو سيرفيس كونتنت، يعني أنا بعمل كونتنت خاص بالخدمات، كل الحاجات دي فبستخدم فيها ال HCS. تمام.
طيب بالنسبة بقى لل HEP، ال HEP دي تاني فورمولا أو تاني framework إحنا بنمشي بيها. هي بتبقى عبارة عن الهوك والauthority والpromise. يعني إيه؟ أول حاجة الهوك طبعًا زي ما قُلنا بنشد الانتباه في الأول، بعد كده الauthority بتاعتي اللي هو السبب اللي أنا بادّيه للمشاهد علشان يكمّل ويتفرّج على باقي الريل. زي إيه، زي المصداقية كده. إيه الحاجة اللي تخلّيك تكمّل أو تكمّل مثلًا معايا، تتفرّج على الreel اللي أنا باقدّمه. ودايمًا مش الauthority مش دايمًا بتكون سنوات الخبرة أو مش بتكون مثلًا يعني مش باعرّف نَفْسي في الauthority دايمًا، لإن أنا ممكن تبقى عن أي حاجة تانية. تمام؟ طَب الauthority دي ممكن تبقى إيه، ممكن تبقى experience، باعرّف خبرة، case study. أنا عايزة أقول للناس تثق فيّا كbrand، فابدأ إن أنا أورّيها case study مختلفة لناس مثلًا جرّبت المنتج بتاعي، بابدأ إن أنا أعرض results أو ريفيوهات مختلفة لناس جرّبت المنتج أو الخدمة بتاعتي. تمام؟ بعد كده احنا بنسخن ما قلتولناش ليه؟ كنا سخنا ثواني. حته بس. قطعي الطبق وبنتك هتاكل. بنتك هتاكل؟ طب انا اقطع ازاي؟ قطعي لي قطعه كده وحطها في طبق انا ببقى محمودة. يا شيخه والله يا شيخه احنا عرفنا من عشتنا يا شيخه. لو سمحت لو حد قفل المايك فاتح المايك يقفله. طيب نكمّل. يبقى الفورمولا التانية هي معلش رجعت أهو. الHEP الفورمولا دي بتبقى الhook والauthority والpromise. أول حاجة hook يشد الانتباه، تاني حاجة الauthority اللي هو أنت ليه أصلًا تثق فيّا وتكمّل بقية الريل، آخر حاجة خالص إن أنا بادّيك وعد إن المشكلة اللي عندك أو أي حاجة عندك بتضايقك هتتحل، يبقى وعد بالحل، والحل ده دايمًا بيكون عن طريق المنتج أو الخدمة اللي أنا باقدّمها. طيب خلّينا بقى ندخل على تالت نوع من أنواع الفورمولا أو الframeworks للscript، وهي الopen loops. الopen loops دي اللي هي يعني أنا باقول سؤال في الأول أو باطرح حاجة بتبقى غامضة، وأنت محتاج إن أنا أجاوب عليها. أنا باطرح معلومة أو تساؤل في أول الريل، تمام، من غير ما أقول إجابة واضحة، فأنت بتكمّل الريل علشان توصل للإجابة دي. تمام؟ ثواني. تمام. وهنطرح دلوقتي مثال مثلًا على الopen loops. لو أنا قُلت مثلًا 3 أخطاء هتخلّي الhook بتاعك ضعيف، تمام، والتالت تحديدًا معظم الناس بتعمله، فهتبقى أنت مركّز بقى وأنت بتسمع الريل ده إن أنت تعرف الخطأ التالت ده اللي معظم الناس بتعمله وتعرف ال3 أخطاء، فبالتالي هتكمّل الريل للآخر علشان تحل بقى أو تقفل الدايرة اللي اتفتحت دي، دايرة التساؤلات اللي اتفتحت دي أنت عايز تقفلها وعايز إن أنت توصل للإجابة. فدي حاجة أنا دايمًا باحب، أو أصلًا من أكتر الframeworks المحببة إلى قلبي اللي هي الopen loops. دي بتخلّي الشخص اللي قدامك منتبه معاك وعايز فعلًا يقفل الدايرة المغلقة دي وعايز إجابة للسؤال اللي أنت طرحته عليه في الأول. في سُميّة بتقول معظم الreels اللي شبه كده ما بتكونش فيها معلومة كاملة. بُصّي، هي مفروض إن أنا أصلًا لمّا باعتمد على الopen loops باقول المعلومة كاملة، وليكن حتى لو قُلتها في نهاية الreel، بس فكرة إن أنا ما أقولش المعلومة كاملة يبقى ده مش حاجة صح، يعني مش حاجة صح إن أنا ما أقولش المعلومة بتاعتي كاملة. تمام؟ بعد كده هنيجي على آخر نوع من أنواع الframeworks هي الsegments.
بالظبط، مش مصداقية ان انا ما اقولش المعلومة كاملة، لان دي مش تبقى حاجة صح خالص. يعني ان انا اقول للناس هقول لكم مثلا 3 اخطاء وفي الاخر ما اجيش اكمل المعلومة، فده مش حاجة صح خالص. تمام. بعد كده بقى اخر حاجه في الفريم وركس بتاعتي هي السيجمنتس. السيجمنتس دي او الاقسام دايما بعتمد عليها وانا بحكي قصه. يعني انا لو انا بعتمد على اسلوب الستوري تيلينج، او انا بعمل سكريبت اصلا ستوري تيلينج وبحكي قصه، فبقسمها بقى لبارت 1 بارت 2 بارت 3 وهكذا. فده بيخلي الاقسام بتخلي الشخص ينتبه معايا، وبتخلي ان هو ما يزهقش وما يحصلوش تشتت. وممكن ان انا كمان اقسم الريل على جزء مثلا، يعني كل ريل يبقى جزء واحد بس. انما لو بعمل فيديو طويل فممكن احط الاقسام كلهم مع بعض. يبقى احنا كده اتكلمنا على الفريم وركس المختلفة، واتكلمنا عن الهوك، واتكلمنا عن السكريبت عموما. يعني ايه الاجزاء بتاعته، ان هو بيتكون من الهوك والبادي والكول تو اكشن في النهاية، اللي بخلي الناس مثلا ان هي تاخد اجراء، تشتري المنتج او الخدمة، تزور الويب سايت، تتواصل معانا على الواتساب وهكذا. طب في حاجات يعني دي بره بقى يعني خالص، لما باجي اعمل الريل لازم اخلي بالي منها. اول حاجه وقت الفيديو. وقت الفيديو بتاعي هو من 30 ل 50 ثانيه، والافضل اصلا ان هو يكون 30 ثانيه، وخصوصا لو هو ريل بيعي. يعني لو ريل بيعي انا بعتمد دايما ان هو يكون 30 ثانيه، مش اكتر من كده. وممكن لو اكتر من 30 بشويه عادي، بس يعني يفضل ان هو يبقى الوقت بتاعه بسيط. ليه؟ لان الناس بتزهق بسرعه وبتمل بسرعه. لازم يبقى فيه كول تو اكشن واضحة في نهاية كل ريل، عشان اعرف المشاهد هو هيعمل ايه بعد ما يتفرج على الريل بتاعي. هل هو هي مثلا هيشتري، هل انا عايزه يتفاعل، هل ان انا عايزه مثلا يزور الويب سايت وهكذا. فلازم ان انا اكون حاطط كول تو اكشن واضحة في نهاية الريل. في حاجة هي ملهاش علاقة بالسكريبت، ولكن بتأثر على الريل بشكل كبير جدا، وهي زوايا التصوير والحركة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ريل كده بنتفرج عليه بنحس ان هو مفهوش اي حياة، مفيش فيه مثلا زوايا تصوير مختلفة، فبالتالي انت هتزهق وهتعمل سكرول ومش هتكمل بقية الريل. للأسف احنا درجة التشتت بتاعتنا بقت عالية، ما بقيناش نقدر نكمل حاجة للآخر. فأنا ككونتنت كريتور مثلا، أو كشخص بكتب السكريبت، احاول ان انا اضيف ملاحظاتي دي مش عيب ان انا اضيفها حتى للتيم اللي بيعمل او بيصور مثلا او كده. لا، اضيف ملاحظاتي ان انا عايز زوايات تصوير مختلفة، علشان الحركة دي هتفيدني انا وهتحقق النتيجة اللي انا عايزها. تمام. بعد كده لازم أكون برضو، ودي حاجة طبعا كنا عاملينها في الأساسيات في الأول، إن أنا أكون فاهم المنتج اللي أنا بتكلم عنه، فاهم إيه اللي بيميزه عن المنافسين. ما بقاش بتكلم كده وخلاص، لأنه كل ما بتكون فاهم قوي عن المنتج بتاعك، وكل فعلا زي ما قلنا في الأول حاطط نفسك مكان العميل، كل ما الريل بتاعك هيكون صادق وبيعالج حاجة اسمها البين بوينت أو نقاط الألم عند العميل، فهيوصل العميل بكل سهولة من غير أي يعني مجهود. احنا كده يعتبر خلصنا. لو في حد عنده أي أسئلة أنا معاكم. اتفضلي. اتفضلي. هو مش ظاهر عندي. طيب بصي، أنا هجاوب على السؤال بتاعك، بس هو مش ظاهر عندي أصلا المايك خالص، شكل المايك أو كده. طيب انت بتقولي منا ازاي استخدم ال AI صح في كتابة السكريبت. بصي، هو ال AI عموما علشان اكتب اي قطعة محتوى، سكريبت بقى، كابشن، اعمل بلان، اعمل اي حاجة، انا بستخدم ال AI ازاي؟ بستخدم ال AI في الافكار اول حاجة.
ان انا خلاص انا حددت الاساسيات بتاعتي، اللي هي ايه، اللي هي الاوبجكتيف والمين مسج والتارجت اودينس، وفهمت كل الحاجات دي. ابدا بقى ان انا خلاص انا عارف المنتج او الخدمه اللي انا هتكلم عنها، ابدا ان انا عايزه اطلع افكار مختلفه للريل، ابدا ان انا اخد من الاي اي افكار. تمام. وابدا بقى ان انا اخد الفكره واصاغها بطريقه تناسب التارجت اودينس اللي انا بكلمهم. مش لازم يعني خلاص احنا عارفين الفريم وركس المختلفه اللي احنا شغالين بيها، نشتغل بيها، نعتمد في الاي اي بس على الافكار. ما نحاولش ان هو مثلا نخليه هو اللي يكتب لنا السكريبت او كده، لا، الافضل ان انا اكتبها بايدي. تمام. لان مهما كان يعني هو ممكن نقط معينة انت عارفاها عن البرودكت او الخدمة اللي بتكتبي عنها، هو مش هيوصل لها، فانت بتكوني اكتر واحدة فاهمة المنتج او الخدمة اللي انت عايزة تكتبي عنها السكريبت ده، فبتبدأي تاخدي منه مجموعة من الافكار بقى. فاهماني؟ فيديوهات يو جي سي وانا بكتب السكريبت، انا مش هعرف اول فيديو اقول كل حاجة صح كده، فبقول في المجمل يعني. لا طبعا. بصي اهم حاجة تركزي عليها زي ما قلنا في السيشن، ان انت تركزي على الهوك، ان هي تكون بتلفت الانتباه. طب لما بتيجي تكتبي السكريبت ده، انت يو جي سي ده ممكن تبدأي بتخصص محدد في اليو جي سي، مثلا ان انت متخصصة مثلا في السكين كير وليكن، فانت عارفة مين الناس اللي بتتفرج عليكي، مين الناس اللي بتسمعك، هتبقي فاهمه التارجت اودينس كويس، فاهمه احتياجاته، فاهمه الطريقه اللي بيتكلم بيها، فبتبداي ان انت تخاطبيه بيها. الهوك بقى بتبداي ان انت او تشوفي بقى انا عايزه اعمل الهوك ده، عايزه اعمله سؤال، عايزه اعمله مشكله، ولا عايزه اعمله مثلا يعني حقيقه كده تصدم فتخلي الناس تكمل وتتفرج على الفيديو وهكذا. فاهماني؟ فدي بتيجي بالممارسه وبتيجي بالتجربه، وطبعا الاي اي هيساعد كتير. طيب انا منى. اه، معاكي. انا اخيرا اتفتح المايك. تمام. طيب هو انا دلوقتي انا قبل يعني هو السؤال بتاع منى انا كنت هسأله، اه، والحمد لله ان حضرتك برضو قلتيه فكتر الف خير. هو انا تمام، معاكي. دلوقتي لو انا يعني خلينا نجيبها في الكيس بتاعتي، ان انا لو تمام. مثلا اول مره انا كنت بكتب بس كونتنت بسيط إمم، قوي إمم، وعلى شويه كاروسل كده صغيره وشويه صور وكده. تمام. دلوقتي انا تمام، اول مره انا هعمل فيديو لليو جي سي. تمام. تمام، فهو المفروض مدته 30 ثانيه، فانا المفروض إمم، ان انا اللي بكتب السكريبت بما ان انا اللي كنت بكتب الكونتنت. تمام. تمام، فانا بالنسبه لي انا هبتدي ان انا هعمله از كامبين. اوكي. فانا تمام، لما هعمله از كامبين انا عايزه ان انا اعمله انجيجمنت. تمام. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انا لما هتكلم عليه في الاول انا عايزه اتكلم عليه، انا بعرفه وبعرف ايه اللي بيعمله، يعني الفكره ككل من بعيد. مش تمام، بقول ان مفيش مصداقيه، بس انا ببتدي يعني ان انا اعمل الفيديو التاني ان ايه الحاجات اللي هتبتدي تواجهه كصعوبات زي ما حضرتك ما قلتي في في الاوبن لوبس مثلا. تمام. تمام. يعني هو انا المفروض دلوقتي ان انا بشتغل في الاول فريم ورك في الاوبن لوبس ولا في الاتش سي اس؟ بُصّي، أنا شايفة يعني من وجهة نظري إن أنتِ تشتغلي على الframework اللي هي HCS، لإن امم. هي سهلة. تمام، وكبداية تمام. سهلة، فأنتِ اللي هو هي مطلوب منِّك إن أنتِ بس هتعرّفي المُنتَج هيعمل إيه، هيحل لك إيه، خلاص. أهم حاجة تركّزي في الhook إن هي تكون بتشد الانتباه، حاجة كده الaudience بتاعِك بيدوّر عليها، ممكن تركّزي على مشكلة موجودة عند الaudience للمُنتَج اللي أنتِ بتقدّميه مثلًا أو اللي أنتِ شغّالة فيه. فاهماني؟ هم عندهم تمام. مثلًا مشكلة محددة، هو مُنتَج إيه؟ بصي حضرتك هو سوفت وير معايا؟ بيعمل سوليوشن. حضرتك كده سامعاني؟ الو. الصوت آه، تمام. سامعاكِ. هو سوفت وير سامعاكِ كويس، كمّلي. تمام. هو سوفت وير في السوق السعودي بيعالج كل مشاكل المطاعم من غير ما المطعم يشترك في أكتر من حاجة، يعني كله بيبقى على تمام. منصة واحدة. تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا ممكن لو أشارك مع حضرتك أول سكريبت كده بقالي يومين بحاول أشتغل عليه مع نفسي كده. ممكن ولو أشاركه مع الزملاء تمام ما عنديش مشكلة، وعادي أنا أقبل بُصّي، النقد هو ما إحنا فيش مشكلة. ممكن نضبّط ده إن شاء الله بعد الsession عشان يعني إيه، أوكي. أقدر إن أنا أشوفه بشكل أكبر. بس تمام. بس يعني نصيحة أقدر أقولها لِك ودي فعلًا هتفرق معاكِ كتير، أي مجال بتشتغلي فيه ابدئي إن أنتِ
جمعي كل المشاكل اللي ممكن تواجه العميل مع المنتج، يعني مع منتج مشابه للمنتج اللي انت بتقدميه، او لو هم ما عندهمش المنتج ده. عارفه المشكلات يعني وانت بتظبطي التارجت اودينس، شوفي اه كل المشاكل اللي ممكن تواجه العميل وابدأي اكتبيها. تمام. فاهماني؟ فلما يكون عندك مجموعة دسمة من المشكلات وتبدأي بيها في الهوك، فدي بتحرك يعني حاجة اسمها البين بوينت. عارفة لما تشوفي ريل وتقولي ايه ده الريل ده ايه ده الناس دي قاعدة معايا، الناس دي عارفة انا حاسة بايه، عارفة انا عندي مشكلة ايه. انا عايزاكي تبقي كده بالنسبة للعميل. فانا هعرف ده ازاي؟ لما اجمع كل المشكلات الموجودة عند العميل واكتبها، وبعد ما اكتبها ابدا ان انا بقى استخدمها في الهوك، ابدا ان انا اصيغها بشكل كويس في الهوك. استخدم اللي هو هوك على هيئة مشكلة. ده دايما على فكرة يعني من انجح الهوكس اللي بت بتسمع مع العميل. يعني او انا اول ما بشوف هوك مشكلة بقول ايه ده في حد بيتكلم عن المشكلة اللي بتواجهني، فببدأ ان انا التفت، ببدأ ان انا لا ابطل سكرول، ببدأ ان انا اشوف الريل ده بيتكلم عن ايه. فاهماني؟ فدي ممكن اول حاجة تاخديها، ان انت تمشي على فريم ورك اللي هي ال HCS وتستخدمي الهوك اللي هو مشكلة. فاهماني؟ طب هتعرفي ازاي المشكلة؟ ان انت بقى تجمعي كل المشكلات الخاصة بالمجال اللي انت شغالة فيه. هترتاحي بقى بعد كده في اي حاجة، في سكريبت بتكتبيه، في كابشن، في اي حاجة خالص. يعني عاملة كامبين اي حاجة، هتلاقي نفسك لا خلاص انا بقيت فاهمة دماغ العميل بتاعي، بقيت فاهمة المشاكل الموجودة عنده وازاي اخاطبه بيها. فاهماني؟ تمام بإذن الله. طيب كان في أستاذ محمد كان بيقول سكريبت بالذكاء الاصطناعي ولا من دماغي ولا ميكس؟ تمام كده. تمام. انا شايفه يعني من وجهة نظري انا الاي اي بستخدمه في الافكار. استخدمته في الافكار وبدات اكتب، وحسيت ان مثلا لا والله انا في دماغي هوك معينه، بس عايزه اشوف انواع هوك مختلفه، عايزه اشوف حاجه شبه اللي انا كتبتها بس بطريقه تانية. عارفين كأن في حد قاعد معايا بيقرا دماغي وبيساعدني. احنا عايزين نستخدم الاي اي كده، ما نخليهوش هو اللي يقوم كاتب لنا بقى السكريبت كامل. انا كده مش هبقى بستفيد اي حاجه ولا بتعلم اي حاجه. فمثلا انا اكون بكتب الهوك فاخليه لا يفكر معايا، اقول ايه طب انا اعمل الهوك ده مشكله ولا اعمله سؤال؟ طب ما اشوف كده مثلا، يعني انا مثلا عملت المشكله اخلي الاي اي يعمل لي السؤال واشوف ايه فيهم مثلا اللي ينفع. فممكن ان انا اعمل ميكس ما بين دماغي وما بين الاي اي. في ناس ما بترتاحش في الجزء ده، في ناس ترتاح ان هي تجيب الافكار، تظبط حالها، تظبط الاساسيات بتاعتها قبل ما تعمل السكريبت، وبعد كده تبدا تكتب هي. وانا بحس حاجه، يعني انا بحس في كتابه السكريبت ان الواحد لما بيكتب بايده بيبقى احلى وبيبقى اسهل، لان السكريبت دايما بيتكتب باللهجه العاميه بطريقه كانك بتكلم حد. فلما بتكلم حد بدماغك الكلام وكل حاجه بتبقى سهله، وخصوصا لو ماشي على فريم وركس محدده. انما يعني الاي اي لا، مش حاسه حاسه ان هو كمان ممكن يوقع حاجات يعني. دي وجهه نظري برضه. بالظبط يا هاجر. اهم حاجه نظبط الاساسيات، وبعد كده بقى يعني خلاص انا مثلا ممكن يقع مني مثلا كول تو اكشن مش عارف اصيغها بطريقه معينه. عارفين زمان يعني قبل الاي اي كان ممكن كلمه تخلينا نقعد مثلا بال4 ساعات او بال3 ساعات نفكر فيها، الاي اي بقى بيسهل ده. فخليه مساعد ليا، مش ان هو يعمل لي الشغل كله. بالظبط. طيب حد عنده اي اسئله تانية؟ عن طريق البيج بتاعت الأكاديمية، يعني تواصلي عن طريق البيج إن شاء الله. ولو في أي حاجة حابة يعني تسألي عليها أو كده أنا معاك إن شاء الله. يا رب. وإن شاء الله كده يعني بعد السيشن دي تكون فرقت معاكم في السكريبت، ونكتب بقى سكريبتات جامدة إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب احنا ممكن نتعرف مع بعض كده على الدبلومة اللي بتقدمها الأكاديمية. معاكي يا حنان، اتفضلي. حنان اتفضلي، ممكن تكتبي السؤال. بصي، هو ازاي اكتب ده؟ يعني قصدك ازاي تكتبي المحتوى نفسه ولا السكريبت؟ لا، هو الموضوع ده يعني طول شرحه بقى، مش هينفع ان احنا نقوله كله مرة واحدة، ولكن طبعا احنا بنعمل بلان، وده ان شاء الله بنقدمه عن طريق الدبلومة بتاعتنا يعني، او بنتعلمه عن طريق الدبلومة. ان انت بتعملي بلان وكالندر وبترتبي فيها الافكار من بقى بوستات عادية وسكريبتات وكل حاجة يعني، فالموضوع كبير شوية. دلوقتي هنعرض مع بعض تفاصيل الدبلومة. الدبلومة هتكون في مجالات مختلفة: أساسيات الديجيتال ماركتينج، ومجال الكونتنت كرييشن والكوبي رايتنج والسوشيال ميديا ماركتينج والاي اي، واستخدام الاي اي، وكل الأسئلة اللي انتوا بتسألوا عليها ازاي نستخدم الاي اي في كتابة المحتوى والسكريبتات وكل حاجة ان شاء الله يعني. معانا يعني خبيرة في الاي اي، دكتور مها. وهنتكلم على الماركتنج استراتيجي، وازاي نعمل بلان مع بعض، ازاي اصلا لما ابدا بزنس بعمل بلان. هناخد كل الاساسيات للميتا ادز، تمام، والجوجل ادز والتيك توك والسناب شات والاس اي او، السيرش انجن اوبتمايزيشن، والايميل ماركتنج، وكمان ازاي نعمل بيرسونال براندنج وبراند، يعني ازاي نعمل لنفسنا بيرسونال براندنج على لينكدين. كل ده هيكون ضمن تفاصيل الدبلومة. فيعني
ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا منها كتير جدا. لو حابين تسألوا على تفاصيل الدبلومة هتكون عن طريق الأكاديمي ان شاء الله، تقدروا تتواصلوا معانا وتسألوا على التفاصيل. وانا كنت مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة، ولو عندكم اي اسئلة تقدروا ان انتوا تبعتوها لنا على الرسائل للصفحة او الرقم بتاعنا. ويا ريت بقى تعملوا شير للشهادات على لينكدين. مبسوطة جدا والله ان انا كنت معاكم النهاردة. دي الصفحة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها، تقدروا بقى تعملوا شير للشهادات على لينكدين. وبرضو لو عندكم أي أسئلة أو أي حاجة ابعتوها على الصفحة، وإن شاء الله يكون في يعني استفادة كبيرة. وتابعوا بقى معانا السيشنز اللي جاية، وكمان تابعوا معانا يعني اسألوا بقى على الدبلومة والتفاصيل كلها إن شاء الله. شكرا لكم. مع السلامة.